Easy Capital. للعلم رجال وللقرآن حماة، وإننا إذ نحتفي بهذا المنجز لا نستذكر بكل تقدير الدور الرائد للمؤسسات الدينية في جمهورية رواندا. نتقدم بخالص الشكر والامتنان لسماحة الشيخ سنديغا يا موسى على حسن التعاون الكبير، وندعو سماحتكم للتفضل بإلقاء كلمتكم مشكورا ماجورا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور الشيخ محمد بن عبد الكريم آل عيسى حفظه الله، أصحاب السعادة والفضيلة، سعادة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الحوكمة الرواندية، ممثل الحكومة الرواندية الموقرة، السادة العلماء والمشايخ، أيها القراء والحفاظ لكتاب الله تعالى والأساتذة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا ويشرفنا أن نرحب بكم أجمل الترحيب في بلدكم الثاني جمهورية رواندا في هذه الزيارة التي نعدها زيارة تاريخية بكل المقاييس، لما تحمله من دلالات عميقة في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون وترسيخ قيم الحوار والتعايش. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة الرواندية على دعوتها الكريمة لمعالي الشيخ الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى حفظه الله تعالى، ونشكر هذه الحكومة على هذه الدعوة الكريمة التي قدمت لمعاليكم وما تبذله من جهود في تعزيز جسور التواصل والتفاهم بين المؤسسات الدينية والوطنية على المستويين المحلي والدولي. أيها الحضور الكريم، نجتمع اليوم في مناسبة عظيمة لتكريم نخبة من حفاظ كتاب الله العزيز الذين اصطفاهم الله تعالى لحمل كلامه في صدورهم، فكانوا عنوان اعتزاز لأسرهم ومجتمعاتهم ونموذجاً مشرفاً لجيل يتربى على هدي القرآن وقيمه السامية. معالي الأمين العام، لقد شهدت برامج تعليم القرآن الكريم في رواندا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث انتشار الحلقات القرآنية وازدياد أعداد المدارس والمعاهد أو تنامي أعداد الحفاظ من البنين والبنات، إلى جانب تنظيم الدورات المتخصصة في التجويد والقراءات وتأهيل المحفظين. وقد كان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رواندا دور محوري في هذا التطور، ومن أبرز جهوده في خدمة كتاب الله إحداث قسم خاص يعنى بمتابعة المدارس القرآنية في مختلف أنحاء البلاد والإشراف عليها أكاديمياً وإدارياً، ووضع معايير موحدة لضبط جودة التعليم
كما يتولى هذا القسم متابعة المدرسين وتطوير مهاراتهم من خلال برامج تدريبية منتظمة ودورات تأهيلية في أساليب التعليم الحديثة وأحكام التجويد والقراءات، بما يضمن الارتقاء بالمستوى العلمي والتربوي للحلقات والمدارس القرآنية. سعادة معالي الأمين العام، وقد انعكس هذا التطور المؤسسي بفضل الله أولاً ثم بدعمكم الكريم في زيادة مشاركة أبناء وبنات رواندا في المسابقات القرآنية الدولية، حيث أصبحوا يمثلون وطنهم في محافل عالمية ويحققون نتائج مشرفة تعكس جودة التأهيل ومستوى العناية بكتاب الله في بلادنا. وإننا لنؤكد لمعاليكم بكل اعتزاز أن هذا التقدم المبارك ما كان ليتحقق لولا ما تنعم به رواندا من حرية دينية مكفولة ومناخ قائم على سيادة القانون والمساواة بين المواطنين، في ظل القيادة الرشيدة حفظه الله تعالى، حيث يتمتع المسلمون بفرص تحت هذه القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس المحبوب لدى جميع الشعوب السيد بولو كاغامي حفظه الله تعالى. فكان لهذا الجهود ارتقاء وتطور التعليم والتوظيف وفق أيضاً لدى المسلمين وفق الاستحقاق القانوني والكفاءة دون أي تمييز. فشأن المسلمين شأن سائر المواطنين، كما أن حضور المسلمين في المناصب العليا في الحكومة يجسد واقع المواطنة المتساوية والشراكة الوطنية. معالي الأمين العام، إننا في هذا المقام لا يفوتنا إلا أن نعرب عن بالغ شكرنا وتقديرنا لجهودكم المباركة في ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة وتعزيز مبادئ التعايش السلمي بين أتباع الأديان والثقافات، وهي المبادئ التي تعد من صميم تعاليم القرآن الكريم الذي يدعو إلى التعارف والعدل والرحمة وإقامة جسور الحوار والتفاهم بين الشعوب. لقد أصبحت جهود رابطة العالم الإسلامي تحت قيادتكم الرشيدة نموذجاً عالمياً في نشر خطاب الوسطية والاعتدال ومواجهة التطرف وبناء الشراكات الإنسانية التي تخدم السلم والاستقرار في العالم. وما ما تحقق من إنجازات فإن مجال التعليم القرآن الكريم في رواندا لا يزال بحاجة إلى دعم أكبر لضمان استدامته وتطويره، خاصة في ظل محدودية الموارد والحاجة إلى بنية تحتية مناسبة للمدارس والحلقات القرآنية وتأهيل الكوادر القرآنية وتوفير رواتب كريمة للمحفظين. ومن هنا معالي الأمين العام تبرز أهمية إنشاء أوقاف خيرية قرآنية مستدامة تخصص لدعم المدارس والحلقات وتغطية احتياجاتها التشغيلية وبناء مراكز نموذجية لتعليم القرآن الكريم في مختلف أنحاء البلاد. كما نتطلع إلى دعمكم الكريم في تبني مسابقة رواندا الدولية السنوية للقرآن الكريم التي يشارك فيها أكثر من 40 دولة من مختلف القارة الإفريقية، وتقام في ملعب كبير يحضرها أكثر من 10,000 متفرج وبحضور كبار الشخصيات من الحكومة الرواندية والسلك الدبلوماسي. إن تبني رابطة العالم الإسلامي لهذه المسابقة سيعزز مكانتها الدولية ويرفع من مستواها العلمي والتنظيمي ويضمن استمراريتها بما يليق برسالتها. كما نتقدم إلى معاليكم بطلب تبني معهد الهداية الإسلامي المعهد الوحيد الذي يقوم بدور إعداد الدعاة وتعليم العلوم الشرعية واللغة العربية في دولة رواندا. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في
جهود معاليكم، وأن يوفقنا وإياكم جميعا لخدمة الكتاب الكريم، وأن يجعل هذه الزيارة التاريخية فاتحة خير لمزيد من التعاون المثمر بين رابطة العالم الإسلامي والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في رواندا، لما فيه خير الإسلام والمسلمين والشعوب جميعا وخير وطننا العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga wa Kisilamu, nagira ngo nyakubahwa CEO wungirije, umuyobozi mukuru wungirije wa RGB, nagira ngo munyemerere mu ncamake mvuge ibyo navuze muri iri jambo ryanjye kugira ngo n'abadakurikira ururimi rw'icyarabu babashe kubyumva neza. Natangiye nshimira umunyamabanga mukuru kuri uru rugendo rw'amateka yakoreye mu gihugu cyacu, ndetse nshimira n'igihugu cyacu cyamuhaye ubutumire kugira ngo adusure, n'uburyo yakiriwe neza n'inzego z'igihugu cyacu kuva yagera hano mu Rwanda, ndetse n'uburyo yitaweho mu rugendo rwe ndetse n'abamuherekeje. Nanone namubwiye yuko twishimiye uru ruzinduko rw'amateka, tukaba twizeye ko ruzaba imbarutso yo gufungura imiryango y'ubufatanye mu bindi bikorwa binini. By'umwihariko iki kigo cye kikaba kibanda ku kwimakaza imibanire myiza hagati y'abayoboke b'amadini atandukanye. Tukaba tumushimira cyane ku mbaraga ashyira mu bikorwa byo kubanisha abantu n'abayoboke b'amadini atandukanye. Nkaba nanamweretse yuko mu rwego rwo guteza imbere Qur'ani ntagatifu, umuryango w'abayisilamu mu Rwanda washyize imbaraga mu kwita ku mashuri no kuyateza imbere no kuyongeramo imbaraga. Ubu tukaba dufite abana bacu b'abahungu n'abakobwa bitabira amarushanwa mpuzamahanga, ndetse bagatahana intsinzi kubera yuko bitwara neza mu ruhando mpuzamahanga. Nkaba nashoje rero nongera kumugaragariza yuko iri terambere rya Islam ndetse na Qur'ani tubigeraho kubw'imiyoborere myiza, kubera imiyoborere myiza ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame udaheza umunyarwanda uwo ari we wese. Twese tukaba dufite uburenganzira ku gihugu cyacu, ndetse dufite ubwisanzure mu kwamamaza idini yacu nta nkomyi iyo ari yo yose. Nkaba nasoje mwereka yuko twifuza kugira imikoranire mu gukomeza gushyigikira amarushanwa mpuzamahanga yo gusoma Qur'ani ategurwa mu Rwanda buri mwaka. Ndabashimira cyane, murakoze. Imana ibahe umugisha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شكرا سماحة المفتي على كلمتكم الطيبة. من معين القرآن الذي نهلنا منه منذ نعومة أظفارنا إلى مرحلة المؤسسة والتطوير الأكاديمي، نترككم مع هذا العرض المرئي الذي يرصد نقلة الرابطة للبرامج القرآنية من صورها التقليدية إلى معاهد عالمية منظمة تبني العقل على الوسطية والاعتدال. من مهبط الوحي انطلقت رابطة العالم الإسلامي حاملة أسمى الرسالات خدمة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يكن الأمر مجرد تعليم، بل حاضنة لعلاقة الأمة بقرآنها وسنة رسولها الكريم عبر وكالة خدمة الكتاب والسنة بمنهجية علمية وقيادة شغوفة. أرست الرابطة بقيادة معالي أمينها العام فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى دعائم منظومة متكاملة من المعاهد والمراكز القرآنية مزودة بأفضل الكفاءات العلمية. واليوم تلتقي الموثوقية بالتميز، عمل مؤسسي منظم ومعلمين جمعوا بين مهارة التلقين وإتقان الأداء. ولأن خدمة القرآن لا تحدها حدود، طوعت الرابطة التقنية في أبهى صورها عبر المقرأة التقنية العالمية. قفزت الجهود لتصل إلى أكثر من 4,600,000 مستفيد حول العالم. بيئة تعليمية رقمية
تمنح شهادات الإتقان وإجازات قرآنية بموثوقية عالية، وتفتح أبوابها بلغات عالمية لتصل بالوحي لكل قلب. أثمرت هذه الغراس عن تخريج أكثر من 70,000 حافظ وحافظة لكتاب الله تعالى، شكلوا نواة لنهضة ممتدة أسست مئات المراكز والمعاهد الرافدة. إنها كوكبة تضيء العالم، فمنهم من تقلد مناصب كبيرة في دولته، ومنهم الطبيب والمهندس، ومنهم من اعتلى منابر الإفتاء برعاية كريمة وحرص دؤوب من رابطة العالم الإسلامي. ريادة في خدمة القرآن، من العمل المؤسسي إلى العالمية. لأن الأثر يمتد، ولأن خريجي معاهدنا غدوا قادة في دولهم، نستمع الآن إلى كلمة الخريجين يلقيها أحد نماذج النجاح لمعاهد الرابطة، فضيلة الشيخ الدكتور أبكر ولرمدو، الأمين العام للمجلس الوطني للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن ووصيته القرآن، سيدنا محمد سيد ولد عدنان، القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، أمين عام رابطة العالم الإسلامي، أصحاب المعالي والسعادة والفخامة، إخوتي وأبنائي حملة كتاب الله عز وجل، الجمع المبارك كل حسب لقبه وجميل واسمه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فباسم 70,000 حافظ وحافظة لكتاب الله عز وجل، وباسم مئات الآلاف الذين نهلوا من معين معاهد رابطة العالم الإسلامي، أقف اليوم لا كمسؤول فحسب، بل كشاهد عيان على رحلة تحول تاريخية، رحلة بدأت منذ نعومة أظفارنا ونحن ننهل من معين القرآن الكريم، لتستقر بنا الرحلة في صروح المعاهد الأكاديمية المنظمة التي رعتها ولا تزال تراعيها الرابطة. إننا يا معالي الشيخ ويا أصحاب المعالي والفخامة لسنا 70,000 فحسب، بل نحن مئات الآلاف، ولا أبالغ لو قلت الملايين، لأننا حملنا أمانة نقل الآيات، حملنا نقل آيات القرآن الكريم فأديناها كما تلقيناها عن مشايخنا جيلاً بعد جيل، وأخذنا على عاتقنا مسؤولية نشر هذا النور، فأنشأنا مئات المعاهد والمراكز القرآنية الرافدة في بلداننا المختلفة، لتكون امتداداً لهذا العطاء الذي بدأته الرابطة. إنما قدمته الرابطة بإشراف معاليكم المباشر يا معالي الشيخ لم يكن مجرد تحفيظ للآيات فحسب، بل كان صياغة للعقول وتكويناً للقيادات الناجحة النافذة،
فقد غرست فينا الرابطة قيم الوسطية والاعتدال، وحصنتنا بمواثيق علمية موثوقة تحمي طالب العلم من غلو التطرف ومن عتمة الجهل، وتصونه من الوقوع في شرك الجماعات الإجرامية المختلفة. واليوم ونحن نرى هذا الحشد المبارك في كيغالي عاصمة الانفجار التنموي في إفريقيا، نؤكد للعالم أجمع ومن باب وأما بنعمة ربك فحدث، نقول إن خريجي هذه المعاهد قد أصبحوا بفضل الله قادة في دولهم المختلفة، فمنهم العالم النحرير والفقيه المدقق والأكاديمي المحقق والمسؤول الناجح، يجمعهم قاسم مشترك، قاسم الولاء للحق وخدمة للأوطان ونشر للسلام والوئام. ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نرفع كف الضراءة للمولى عز وجل أن يجزي خير الجزاء دولة المقر المملكة العربية السعودية، التي تعتبر رابطة العالم الإسلامي حسنة من حسناتها وثمرة من ثمار غراسها المبارك في خدمة الإسلام والمسلمين وخدمة الإنسانية جمعاء. فكل الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهما الله، على دعمهما الدائم لهذا الصرح العالمي ورعايتهما الكريمة لكل ما يخدم كتاب الله عز وجل وينشر رسالته السامية. كما نكرر الشكر لمعاليكم يا معالي الشيخ على هذا الاستثمار الحقيقي في الإنسان، ونعاهدكم أن نظل أمناء على هذه الرسالة، حملة للنور ودعاة للخير والوئام. فاسمحوا لي هنا أن أقف بكل أدب واحترام مستعيراً ألسنة هؤلاء المئات من الآلاف من حفظة كتاب الله خريجي معاهد الرابطة في العالم، وأقول على لسانهم جميعاً، ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر رب الناس. أقول شكراً لرابطة العالم الإسلامي تحت القيادة الرشيدة لمعالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أمين عام الرابطة. شكراً على العناية بأهل الله وخاصته. شكراً معاليكم على ما قدمتموه للأمة الإسلامية من خير وعطاء. وشكراً لكم على ما بذلتموه وتبذلونه من جهود مباركة في سبيل تأهيل حفظة كتاب الله ودمجهم في المجتمع من أجل نشر رسالة الوسطية والاعتدال. شكراً لكم على رعايتكم الكريمة والمباركة للمؤسسات والمعاهد القرآنية في العالم وفي إفريقيا على وجه الخصوص. وشكراً لكم على سعيكم الدؤوب لتحقيق السلام والوئام والعيش بسلام بين بني البشر. وحق لنا أن نلقبكم سفير السلام العالمي. أيها الجمع الكريم يا معالي الشيخ، سنظل ندعو لكم ولمعاونيكم بالتوفيق والسداد، وباسم إخواني المحتفى بهم جميعاً أهدي إليكم قول الله عز وجل: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وأهدي إليكم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناساً مفاتيح للخير مغاليق للشر، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه. فطوبى لكم يا معالي الشيخ. وإن نسيت
وإن نسيت لن أنسى هذه الدولة المباركة، دولة رواندا، حكومة وشعبا على حسن الضيافة والكرم، وعلى احتضانها هذا المحفل القرآني المبارك. وشكرنا الخاص لسماحة المفتي العام لدولة رواندا الشيخ سندايغا غايا موسى على دعمه وتشجيعه لهذا الملتقى، وعلى هذا التنظيم الراعي المشرق المشرف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صدق الله العظيم، وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Easy Capital.